السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد وجولة جديدة. طبعا اسعار الكتب الخارجية بقت اسعارها خيال. طبعا اكتر حاجة بتتعب رب الاسرة او الاسرة عامة هي تحميل فوق طاقتها اسعار دلوقتي الكتب. طبعا انا بسمع اسعار غريبة، يعني كتاب بيوصل ل 300 و 250 جنيه في سعر الكتاب الواحد. ده اغلى من سعر المدرس نفسه اللي بيدي المادة. يعني الله المستعان. طبعا النهارده هاخدكم جوله معايا في النبي دانيال في محافظه اسكندريه. طبعا زي ما انتم شايفين جميع الشارع ده كله فيه كتب مستعمال. وفي حاجه تانية برضو اسمها اللهم صل على النبي، اسمها مرتجع. المرتجع دوا بيبقى كتب جديد، بس بيبقى مرتجع من المكاتب، بيجي ياخدوه هنا هو بنص التمن. يعني مثلا الكتاب بيبقى عامل مثلا 100 وحاجة، هنا بتلاقيه مثلا ب70 80 جنيه. بيبقى كتاب جديد زي ما هو، بس بيبقى 22 23 بتاع السنة اللي فاتت. طبعا زي ما انتم شايفين جولة كده هاخدها لكم. ده شارع النبي دانيال في محافظة اسكندرية. طبعا الكشاك دي كلها كده طول الشارع كله مليانة كتب مستعملة جميع المراحل من أول الكيجي لغاية الجامعات. طبعا وفي كمان في قصص وروايات. طبعا النبي دانيال هتبقى بالشكل دوا. طبعا زي ما انتم شايفين هتبقى كلها المباني نظام لون واحد. وطبعا جميع انواع الكشاك دي هتتغير وهتبقى كلها على احدث طراز، وهتبقى كلها شكل واحد. طبعا هم حاطين كام كشك في الاول كده بتبقى عينة، وبعد كده كله هيبقى لون واحد. طبعا زي ما انتم شايفين جميع المراحل، يعني الاعدادية، المرحلة الاعدادية كلها الامتحان الكتاب ب25 جنيه. 3 كتب ب25 زي ما انتم شايفين. والمرحلة الابتدائية برضو المستعمل ب25 وفي ب20. اما بالنسبة لمرحلة الثانوي بتبقى 35. وفي مادتين مش عارفة الكيمياء وايه، هما الواحد ب50. طبعا في روايات كتير زي ما انتم شايفين كده. هو جميع الكتب طبعا برضو المرتجع هو ايه هنشوف مع بعض برضو. هوريكم ايه هو المرتجع. كتب جديد بالظبط زي كأنك شارياه جديد من المكتبة، بس بيبقى بس بدل 24 بيبقى 22 23 بتاع السنة اللي فاتت. زي ما انتم شايفين كده. هو كل دي قصص وروايات اهو. هو ده المرتجع، يعني ده بالظبط قطر الندى سنة تالتة ابتدائي. الكتاب هتفتحوا لكم من جوه هتشوفوه. الكتاب زيرو جديد كله مفهوش ولا حاجة، بس هو بس بيبقى 22 23 زي ما مكتوب على الكتاب. شايفين الكتاب من جوه فاضي ازاي اهو. يعني الكتاب ده من بره مكتوب عليه 100 وحاجة. الاتنين مع بعض هنا بتاخديهم الاتنين ب70. لو انت عاوزة بالواحد، الواحد ب40 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. هو اهو. وعنده كمان سلاح التلميذ، وعنده طبعا الساينز وكل حاجة موجودة عنده اهو. ده مثلا اهو واحد تاني برضو رحت عنده قلت له عندك مرتجع برضو سنة تالتة اهو. شايفين بيبقى العربي والرياضة مع بعض، وعندهم بقى جميع انواع المراحل موجودة. طبعا قلت اقول لكم برضو على الماشي كده. طبعا في ان هو دار الافتاء او لجنة الفتوى، لو اي حد عنده سؤال ديني ولا حاجة في النبي دانيال قصاد عصير نعناع. بالظبط لجنة الافتاء قدام عصير نعناع زي ما انتم شايفين. وجميع الاكشاك دي كتب مستعملة ما عدا كشكين هما بس اللي بيبيعوا المرتجع. زي ما انتم شايفين كده عنده من اول الكيجي لغاية المرحلة الاعدادية. يعني زي ما انتم شايفين قطر الندى والمعاصر وسلاح التلميذ وكتب تانية كتير زي ما انتم شايفين كده. هو الاسعار بتاعتهم برضو بتبقى نص التمن زي ما انتم شايفين كده جميع المراحل. السلام عليكم يا عم. في عندك الباهر الانجليزي تالتة ولا بيت باي بيت تالتة مرتجع يوم السبت؟ ما انا جيت لك الاسبوع اللي فات قلت لي الاسبوع ده. ولا دراسات رابعه مفيش يوم السبت. وبرضو هنا برضو بيبدأ الكتاب معاكي او القصة او الرواية من اول جنيه هتجيبي بيه كتاب. زي ما انتم شايفين هسيبكم كده تاخدوا جولة معايا في شارع النبي دانيال في محافظة اسكندرية. لو جاية من اي مكان طبعا الشارع معروف في كام كشك كده حوالي بتاع 10 15 كشك بيبيعوا مستعمل زي ما انتم شايفين كده. هو اهم حاجة تعالي دوري عشان في كتب بتبقى مليانة وكتب بتبقى فاضية، بس حاولي انجزي نفسك قبل شهر 9 لان دخول المدارس. كل الورق حتى مش هيعرف ان هنجيب ايه.
بصي في كل عنده موجود. فين رابعة؟ قلت اخد جولة كده في سنتر الصياد او مكتبة الصياد ونشوف مع بعض اسعار الكتب. طبعا هو كان منع التصوير جوه، بس انا دخلت كده وخدت كام لقطة بسيطة. لقيت طبعا سعر سألته بس على المرحلة الاعدادية تانية اعدادي، قال لي المرحلة التانية اعدادي عاملة 1500. يعني شوفوا، يعني مين معاه دلوقتي ياكل ولا يشرب ولا يجيب كتب خارجية ولا مدرسين، يعني الله المستعان. فانا الفيديو ده قلت افيدكم بيه زي ما انا بستفاد افيدكم. طبعا فكرت فيه وصورته وقلت ايه انزله لكم. يا رب الجولة تكون عجبتكم وربنا يكون في عون كل اب او ام، والسلام عليكم.